هزيمة ثقيلة للزمالك، خسر أمام إنبي 3-1 ويخسر النقطة الرابعة هذا الموسم. كابتن جمال بنرحب بيك. حكم مباراة اليوم قبل ما نخش في الحالات احنا كنا شايفينه جميل صراحة، انما طبعا مش هنقدر نجزم الا ما كابتن جمال يديله الشهادة. لا هو طبعا النهارده الحقيقة ياسر عبد الرؤوف ووليد شعبان وشريف صلاح كونوا طاقم تحكيم اكثر من رائع النهارده. ياسر عبد الرؤوف النهارده بغض النظر عن القرارات معظم قراراته صحيحه، لكن بغض النظر عن القرارات لازم الفت نظر الناس الى انه لياقه بدنيه عاليه جدا، تمركز رائع في معظم الحالات، شفناه كتير جدا داخل منطقه الجزاء. شفنا في قناعه من اللاعبين بقرارات هو خدها، هي تعتبر قرارات صعبه لكن اللي سهل من تقبل اللاعبين فيها تواجده في المكان المناسب. في شجاعه، مفيش تاثر بالضغوط اللي حواليه، حكم واضحه جدا، شخصيه رائعه النهارده. يعني كل مقومات وسمات الحكم الرائع كانت موجوده النهارده في ياسر عبد الرؤوف، برغم ان احنا برضه هنختلف معاه في بعض الحالات، ولكن ده شيء طبيعي في التحكيم. لكن شوف انت لما بتسالني بتقولي بشكل عام، لما نيجي نتكلم على التحكيم بشكل عام قبل ما نخوض في الحالات نقدر نقول ان هم النهارده نجحوا بشكل كويس جدا. وحكام المساعدين وليد شعبان وشريف صلاح من افضل الحكام المساعدين، ولو اننا برضه هنختلف مع وليد شعبان في لعبه وحيده انا بعتبرها مهمه، ولكن هو ايضا عنده حالات تميز كتير. تمام، اتفضل يا كابتن. نروح للحالات ونبتدي مع بعض نشوف اول حاله في المباراه، ونشوف هنا في فاول على نادي الزمالك. شوف تدخل هنا من لاعب نادي الزمالك ابو كونيه، ونشوف ياسر عبد الرؤوف هنا بيحتسب ركله حره غير مباشره. هي مش ممكن تكون غير مباشره، وفي نفس الوقت مش ممكن دي تمر اهو ادي الكوره وشوف الرجل ادي اهو التلامس حصل والدخول بهذا الشكل فيه تهور. اذا هنا ياسر هرب من احتساب التهور بانه ادى ركله حره غير مباشره، شاف ركله حره غير مباشره من عنده، فالركله الحره غير مباشره معناها ما فيش تلامس، يعني معناها ما فيش انذار، ولكن الحقيقه اللعبه كانت يجب ان تحتسب ركله حره مباشره وانذار للاعب الزمالك. اول حاله عند شريف صلاح حاله تسلل، ونشوفها من زاويه التسلل ونوقف الكوره عند لحظه لعب الكوره. لا خلينا لحظه لعب الكوره، ايوه كمان شويه، بس دي لحظه لعب الكوره، ونشوف هنا التسلل بجزء من جسمه براسه وممكن تمشي. ما هي دي الحالات الصعبه يا كابتن، اللي عشان كده بنقول في تميز. يبقى التميز في الحالات اللي زي دي ما نجيبش تسلل ب5 متر ولا ب3 متر ولا ب2 متر ونقول برافو المساعد حكم مساعد، لان ده شيء طبيعي. التميز في الحالات اللي زي دي تمركزه الصحيح اللي هو مخبيه الحقيقه اللوجو بتاعنا ده يخلينا نقول ان هو واخد القرار الصحيح. اذا قرار صحيح عند شريف صلاح. واللوجو بتاعنا ده النهارده، واللوجو بتاع مخرجنا اللي جابه لنا تقريبا 4000 مره النهارده اللي هو جايب اسم الناديين. جايب اسم الناديين. ده اكتر من احداث المباراه النهارده. نشوف كل ربع دقيقه تقريبا. نشوف الحاله الثالثه من المباراه، وايضا هنا عند شريف صلاح، وايضا حاله تسلل. خلينا عند لحظه لعب الكوره تاني كمان، دي واضحه دي كمان، بس لا ايوه ارجع سنه، خلينا لحظه لعب الكوره كمان، ارجع سنه كمان، بس دي لحظه لعب الكوره يا كابتن طاهر، دي بقى واضحه. ده ما اقدرش اقول له هنا ده تميز، دي حاله سهله، لان دي حاله سهله وهو نجح فيها. نروح بعد كده للدقيقه 21 ونشوف هنا طبعا دي حاله التسلل الصحيحه اللي رفع عليها الحكم المساعد الدولي شريف صلاح. هنشوف هنا في دفعه من فتح الله، وخلي بالك يا كابتن طاهر عشان تركز معايا في الحاجات دي، الدفعات دي يا رب نشوفها كده جوه منطقه الجزاء تتحسب ضربه جزاء. كابتن اللي ادي دي، شوف الدفعه دي، ارجع تاني وريها لنا. شوف الدفعه دي، ارجع بس اقف عند اللقطه دي، اقف عند اللقطه وعند الدفع، كمان ارجع كمان شويه بس هنا، ايوه بس هنا. شوف هنا، شوف الحكم هنا كابتن وصل لغايه فين. ده الكلام اللي كنت بقوله من الاول، وصل للمكان اللي ما فيش لعيب هيقدر يعترض. بس نتمنى بقى انه الدفعات اللي زي كده لما تحصل جوه منطقه الجزاء من المدافعين تحتسب ركلات جزاء. عايزين نفس المستوى في احتساب الخطا، لانه الفاول لم يفرق بين احتسابه داخل منطقه الجزاء وخارج منطقه الجزاء. بقى بنفس اللياقه بتاعت الكابتن ياسر او بنفس التمركز. قرار صحيح ورائع من ياسر عبد الرؤوف، التمركز قبل القرار. هنشوف هنا
فاول لصالح الزمالك. وبعدين هنا ايضا في تحذير، الفاول لصالح الزمالك لان ياسر هنا لاعب كوره. اي حد تاني ممكن يحسب الكره دي لصالح لاعب انبي، لكن هو اللاعب هو اللي تسبب في الخطا. لو شفت اللعبه من الاول هتلاقي اللاعب هو اللي رجع بظهره، وهو اللي اصطدم، وهو اللي تسبب في الاصطدام، وهو اللي استمر اهو، وهو اللي استمر في الميل وخد اللاعب اللي في ظهره ونزل بيه. دي فاول بتاع لعيب كوره، وايضا قرار رائع من ياسر عبد الرؤوف. نروح بعد كده للعبه نبتدي نختلف مره تانية مع ياسر فيها. هنا اتحسبت فاول لصالح حسين ياسر. الفاول اتحسب، وبعدين اللعيبه حطوا الكوره ولعبوا وهو رجعهم تاني. لو انا يا حكم، انا من حق اللاعب يلعب بسرعه، مش عايز ال10 ياردات، يلعب بسرعه. امتى اللاعب، وبعدين خصوصا ان زميلهم هو اللي في الارض، يعني ده مش مدافع، يعني زميله هو اللي على الارض، وعمرو زكي عايز يلعب بسرعه والحكم لسه ما قالوش استنى، لسه ما قالوش استنى العب على ال10 ياردات. ودي دايما بنقولها للحكام، يا حكم لغايه لما تقول للعيب استنى ما تلعبش، اللعيب من حقه يلعب. لغايه لما انت تقول له استنى ما تلعبش اللي على الصفاره في الوقت ده، الفتره الزمنيه دي، هو من حقه يلعب. طبعا ده الفاول، واحنا برضو مش متفقين مع ياسر في احتساب الخطا، ولكن الدرس الثاني مساله استئناف اللعب بسرعه. اذا اللاعب عايز يلعب بسرعه سيبه يلعب بسرعه. هنشوف هنا بعد كده فاول على حسين ياسر وانذار من حكم المباراه ياسر عبد الرؤوف. نشوف في اللعبه مره ثانيه. طبعا هو عامل مجهود كبير الحقيقه، وكان باين عليه ان هو باذل مجهود كبير في المباراه خاصه في الشوط الاول. ده انذار حسين. نشوف اللعبه ونشوف الاعاده. لا اللوجو اهم. الدخول مخرج المباراه النهارده هرانا لوجو. ادي طريقه الدخول يا كابتن طاهر. هرانا انبي والزمالك نفس الطريقه اللي دخل بيها لاعب الزمالك ابو كونيه. هي نفس فيها تهور دي. هي نفس اللعبه، نفس اللعبه دي استحق عليها حسين انذار زي ما كان يجب ان يستحق ابو كونيه انذار. كان اللوجو هو كابتن. نشوف حاله تسلل رائعه عند وليد، الحقيقه وليد شعبان. دي حالات تميز للحكام المساعدين لازم نقف عندها. انا طبعا سقفت له وانا بتفرج على المباراه وقلت برافو ليه، لان الحالات اللي زي كده بتفوت كتير. شوف اللعبه بقى يا كابتن طاهر، وشوف لحظه لعب الكوره اين كان. لسه كمان امشي عادي، كل ده عادي. بص هنا هنا لحظه لعب الكوره، بص بقى مش هو كمان اللي لعبها، دي خبطت فيه. اللحظه اللي لمست فيه، كمل بقى اللقطه، كمل اللقطه. هنا حسين ياسر في موقف تسلل ورجع خدها، لما خدها كان في موقف سليم. دي حاله تميز نقول عندها، دي حاله تميز للحكم المساعد وليد شعبان. نروح بعد كده في لعبه هنا برضو تميز لحكم المباراه، نوريها للناس بعد كده بعد ما الكره تطلع بره. نشوف الحكم هنا هيرجع يدي لاعب انذار. طب اداله انذار ليه؟ هوريك دلوقتي الانذار سببه ايه. ادي الانذار اهو. نشوف بقى اللعبه ونشوف هنا ليه ياسر عبد الرؤوف ادى انذار للاعب رقم 20 نادر العشري. هتشوف هنا هتلاقي نادر العشري شادد اهو، شادد من الفانيلا ومستمر في الشد اهو، وهو قرر يبدا اتاحه فرصه. وكانت اتاحه فرصه رائعه من ياسر عبد الرؤوف، لان هو كمان واخد المكان الكويس وشايف شيكابالا ماشي. كابتن جمال بعد اذنك، لو حكم مش جامد يحسب فاول ويدي انذار. يحسب فاول ويدي انذار. هو الراجل هنا حاسس انه لا انه شيكابالا مهاراته عاليه، هيعرف يتخلص من اللاعب وهيعرف يعمل منها والهجمه ماشيه، وعارف كمان ان هو هيرجع لرقم 20 ده اهو. بص مشيت الهجمه، وبعد ما خلصت الهجمه وادى اتاحه الفرصه. القرار الفني رائع بإتاحة الفرصة، والقرار الإداري رائع بأنه رجع للإنذار وأعطى اللاعب إنذار، وأنا بعتبر دي هي أفضل قرار في المباراة. لأن زي ما علمتنا يا كابتن جمال كان في إصرار على ارتكاب الخطأ. لا وماسك من الفانيلا وشد، في إصرار مرتين في إصرار على مخالفة الخطأ وفي سوء سلوك. هنا في فاول برضه، ما زال ياسر بيحتسب كل الأخطاء اللي بتقع تحت نظره، واللوجو برضه بيجي لنا تاني على طول يعني. انا هنتقد الحكم، خليك انت مع اللوجو كابتن. هنا فاول، وهنا كان في فاول لم يحتسب عبد الظاهر الحقيقه. يعني انا جبت لك اللعبتين ليه؟ دي اتحسبت ودي ما اتحسبتش. هنا برضو لازم احط ياسر في، او احط اللعبتين دول في محل مقارنه. دي كانت قبليها الحقيقه، يعني اللعبه الاولانيه دي الاثنين اتعادوا في وقت واحد، دي اتحسبت على عمرو زكي، وهي نفس اللعبه اللي لم تحتسب على عبد الظاهر السقا اهي، نفس اللعبه دي ما اتحسبتش بتاعت حسين، لكن الثانيه اتحسبت. برضو هنا بنقف فيهم مع ياسر في غلطه بعدم احتساب خطا لصالح حسين ياسر، اما الخطا الثاني فهو صحيح على عمرو زكي. تعالى بقى نشوف هنا
حاله اهم حاله في المباراه عند وليد شعبان. احنا قلنا هو تميز في لعبه وادينا له حقه. اللعبه دي يجي منها ركنيه، الركنيه دي يجي منها الجول الثاني الانبي. انا ماليش علاقه بالموضوع، لكن خلينا نقف عند لحظه لعب الكوره رغم انها سهله، ونشوف لحظه لعب الكوره وننزل بالجهاز بتاعنا. يعني انزل بقى بالجهاز بتاعنا، نظلل المسافه. مش صعبه يعني انه يكتشفها. لعبه سهله جدا. يعني شوف الكوره فين، شوف الكوره فين، وشوف اللاعب فين. اذا هنا اولا اول حاجه، اول درس، اللاعب سابق الكوره، عشان ما نقولش ان الكوره هي اللي سابقه. لا، خلينا على الصوره دي، معلش. هي التسلل كله في اللعبه دي. نمره واحد، اللاعب سابق الكوره، اذا هنا ما نقولش الكوره سابقه. نمره اتنين، اللاعب يسبق اخر تاني مدافع، وهو الاقرب الى خط مرمى الخصوم من تاني مدافع. واضحه. وطبعا عمليه واضحه مش محتاجه كلام. دي لم تحتسب يا وليد، ودي الخطا الكبير ليك في المباراه. انا بقول خطا كبير لان وليد شعبان من الحكام المميزين، حكام المساعدين المميزين. اذا هنا تسلل لم يحتسب، كان سيسفر عن هدف، ثم خرجت ركنيه احرز منها هدف. عشان كده بقت لعبه وقفنا عندها. نروح بعد كده عند الانذارات بقى، توالي الانذارات في المباراه. انذار لمحمد ناصف. محمد ناصف رقم 16، ده محرز الهدف الثاني، ده اللي احرز الهدف الثاني. حصل على انذار هنا لارتكابه بتهور ركله حره مباشره، قرار صحيح. نروح للي بعديها. ادي اللعبه مره ثانيه. هنشوف هنا عمرو زكي، برضو هنا قرار جريء، ولم يتاثر ياسر عبد الرؤوف هنا بمطالبه الجماهير ومطالبه كل من في الملعب بفاول لصالح عمرو زكي، واحتسب الخطا على عمرو زكي. وده بسبب تمركزه هو الجيد، وسبب ان هو بيقرب من كل لعبه عشان يشوف كويس، وسبب ميله في هذا الوقت ناحيه منطقه جزاء انبي اللي كان حصل عليها الهجمات بتاعت نادي الزمالك. اهو هتبتدي ياخد الوضع الصحيح بتاعه. ونشوف هنا ادي اللعبه اهي، ونشوف عمرو زكي ماسك اهو وادي ماسك من الفانيلا دي. عشان تتشاف من الحكم لازم يكون هنا عدل نفسه وعدل من وضعه، ياخد زاويه الرؤيه اللي يشوف منها اللعبه. قرار ايضا رائع من ياسر عبد الرؤوف. طب دي ما تستاهلش انذار كابتن جمال؟ لا، هي ده ادعاء واضح يا كابتن جمال. لا، هو شد الوقوع ده. لا، الوقوع هنا كان في، ارجع تاني، الوقوع هنا كان في اصطدام يا كابتن طاهر، يعني كان في حاله احتكاك بينه وبين لاعب انبي. طيب نشوف اللعبه مره ثانيه يا كابتن. بص يا كابتن جمال، بص بقى يا كابتن. هنا كمل اللعبه، كمل كويس. هنا مسك، هنا ايوه مسك. كمل. هنا بقى حصل اصطدام، بس هو هنا اكثر وضوحا. هو ادعى بعد كده الوقوع. أيوة. لما حصل عايز يستفيد من الاصطدام وادعى الوقوع. ولو طلع الكارت الاصفر في هذه اللعبه هنقول ده قرار صحيح للحكم. ليه؟ لانه في شد. لكن ليه انا بقول لك انا ما اعتبرهاش حاله تحايل واضحه. احنا بنقول للحكام التحايل لازم يكون حاله واضحه، لكن لو عايز تديله انذار على الشد اديله انذار على الشد، لانه شد الفانيلا هنا ايضا في يعني بيحاول يوهم الحكم ان هناك خطا لصالحه. ده نوع من انواع برضه. هنا ليه الاثنين ما وقعوش؟ والاثنين في نفس الظروف. مظبوط، كلامك مظبوط. هو شد وحط نفسه قدام جسم اللاعب، وحصل احتكاك بعد كده، وهو هنا ابتدى يقع علشان يوهم الحكم ان في فاول لصالحه. كلام صحيح. لو في انذار هنا كمان كان هيبقى القرار، اعتقد انه كان هيكون قرار صحيح. نشوف بقى لعبه بعد كده، فاول على